اما لو اشتريت ارجل الفراخ هتلاقيها بتحتوي على 13% دهون لكل 100 جرام. ومش هقول لكم الدهون واضرارها، خصوصا اننا كشعب مصري بنحمل نسب عاليه من امراض القلب والشرايين والكبد الدهنيه. اخر امل لرجلين الفراخ، وهي حاجه بتاثر على صحتنا بشكل خفي ومحدش بياخد باله منها، وهي بقايا الادويه اللي بتكون واخداها الفرخه خلال مراحل حياتها واللي بتمر لينا بشكل عرضي لما بناكلها، زي المضادات الحيويه اللي ممكن تاثر على مناعتنا واللي كمان ممكن تسبب لنا مشاكل في العظام خصوصا الاطفال. الجلد والعظام من اكبر وسائل تمرير متبقيات الادويه لينا، واللي الابحاث اثبتت ان فتره تخزينها فيها بتوصل اسابيع. ومهما كان الوقت اللي مر على اخذ الفرخه للعلاج، ففي بقايا بتتخزن في الجلد والعظام. ومن النقطه دي تاخد ارجل الفراخ الضربه القاضيه، لانها بتتكون من الجلد والعظام، وفرص تمريرها لبقايا الادويه مرتفعه جدا جدا جدا.